المفاجأة الغير متوقعة اللي تيجي من حبيب دي حاجة ما تتوصفش. أنا للأمانة عملت غلطة كبيرة أوي الفترة اللي فاتت. فيلم زي ده ينزل السينما، وعشان أنا ما كنتش مهتم أوي بالأحداث السينمائية فأفوته. ومش مرة، بل مرتين الفيلم يتعرض فيهم في السينما، مرة عشان الإصدار السينمائي، والتانية عشان الجوايز. مش هتكلم أوي عن دريم ووركس، احنا عارفينهم. مرة يعملوا فيلم ما يتشافش، ومرة تانية يعملوا فيلم يتحط في متحف سينمائي، وعشان كده مفاجأتهم ما تتوصفش. الفكرة هنا بقى ان الموضوع ربما انا شايفه يختلف المرة دي، وعلى شكل عملاق جدا عن افلام دريم ووركس السابقة، واللي منهم افلامهم الكلاسيكية الحديثة. انا ممكن اقول دلوقتي الفيلم ده من اعظم الافلام الرسومية اللي شفتها في حياتي، واللي متابع معايا فترة كبيرة على القناة عارف ان انا هنا مش حاطط الفيلم دوت مع افضل افلام ديزني ولا افضل افلام بيكسار لوحدهم. احنا عندنا افلام كتير رسوم متحركة تقيلة بره عن الاتنين دول. افلام زي وولف ووكرز وسونج اوف ذا سي وجيرمو ديل توروس بينوكيو، هما شوية افلام ربما سمعت عنهم قبل كده ام لا. دول من اقوى الاعمال الرسومية اللي اتعملت على الاطلاق، وما خرجوش ولا من بيكسار ولا ديزني ولا حتى دريم ووركس. فا ايه اللي اختلف المرة دي؟ كل حاجة، من شكل الفيلم والمؤثرات والرسوم المتحركة. بنتكلم هنا عن ان الفيلم بياخد انطباع انه بيحكي القصة بشكل مؤثرات كأنها طالعة من كتب اطفال، بألوان جميلة جدا، بتدي انطباع ان كل فريم في الفيلم تم ابتكاره باحترافية عالية جدا. هنا مثلا لقطة الفراشات وكتير جدا اتكلموا عنها. شكل المياه الرائع جدا كشكل الكريستال النقي مع الإضاءة وشكل السماء، وازاي الفيلم بيتعامل خصيصا مع ألوان الأزرق والأصفر والأخضر واللون الرمادي. حاجة ساحرة جدا. الفيلم مش واخد نفس ستايل فيلم سبايدر فيرس زي الأفلام التانية اللي كان قرب يبدأ ترند في نفس الستايل، ولما مجازفة زي ديت حصلت انهم يعملوا حاجة مع نفسهم، طلع فيلم جميل جدا على المستوى الإبداعي والمستوى الرسومي. والفيلم نفسه جريء جدا مع الجمهور بتاعه. من افضل الافلام اللي بتعرف تقفل اللعبة في كل حاجة وتعرف تعمل فيلم كل واحد هيعرف يستمتع بيه، هي الافلام اللي جمهورها الاساسي هو الجمهور العام. حاجة تتشاف مع الاطفال، وفي نفس الوقت مش هتلاقي فيه اي مانع تشوف الفيلم دوت معاهم، لان الاطفال هيستمتعوا بالفيلم بطريقة غير اللي الشخص راشد هيشوف الفيلم ده بيها. وكعادة افلام دريموكس القوية، دي مش أول مرة ولا آخر مرة يعملوها. الفيلم مش بيخاف جدا إنه يفهم المشاهدين ولا الأطفال إن في حاجة اسمها موت، بل بالعكس، بيحس أكتر على معنى الحياة بس بطريقة مختلفة. إحنا نقدر نتعايش مع بعض بالتفاهم، نوصل لأبعاد كتير جدا عشان نفهم معاني أجدد للتواصل مع بعض، للتأقلم، للتعلم، وطبيعة المخلوق نفسه. ده مش الفيلم اللي هتدخل فيه عشان تشوف شوية هبل في الجبل على الشاشة وتطلع من الفيلم وانت ناسي انت اتفرجت على ايه. طبعا اللي يخض هنا مش جودة الفيلم ولا القصة ولا الرسومات ولا المؤثرات، بل التنفيذ. احنا هنا شفنا افلام كتير جدا ليها علاقة بالروبوتات، اشهرهم فيلم ذا ايرون جاينت وفيلم والي. بالنسبة لي انا بعد ما خلصت فرجتي الفيلم دوت لأول مرة، اتفرجت عليه تاني، لانه في حاجة مش صح. ازاي الفيلم ده احسن من والي؟ ازاي الفيلم ده احسن من واحد من افضل كلاسيكيات بيكسر عامه؟ قعدت اعمل شويه مقارنات ما بين التلات افلام دول، وفيلم بيكسر كان دايما الاخير في النتائج. فانا مش فاهم ايه اللي حصل، وازاي ما بين التلات عقود الماضيه فيلم بيكسر كان الاسوأ. هخلي الموضوع ده على جنب دلوقتي لوقت نقاش اخر، ونتكلم دلوقتي عن فيلم دريم ووركس. اكتر حاجه الفيلم ده بينجح فيها هو الانسان. الفيلم ده بيتكلم عن الحياة بطريقة جميلة جدا، بمحاكاة حاجة شبه صعبة انها تتعمل في الوقت الحالي، بس الفيلم عرف يعدي منها بامتياز، وهو نمط ال return to form. فكرة هبدأ من الأول أو هنرجع لنقطة الصفر. دي حاجة عامة هوليوود حاليا بتخاف جدا انها تعملها، لكن ده الأساس الفني اللي اتبان عليه. الفيلم بيحاور المشاهد حوالين يعني ايه تبقى أب وأم، يعني ايه حياة، وازاي الانسان يتأقلم مع الاوضاع اللي موجودة حواليه، من تربية لحماية لتعليم
لحد لحظة ترك صغيرة انه يواجه الحياة لوحده. دي العلاقة الجميلة جدا اللي بنشوفها بتتمثل في شخصيات راز وبرايت بيل. علاقة الحب الرائعة اللي بنشوفها في الفيلم من نوعية أنا هجازف بكل شيء عشان خاطرك، متنفذة بشكل فوق الخيال. من أول بداية الفيلم هنلاحظ راس في البيئة اللي المفروض ما تكونش فيها، وإزاي هي بتتأقلم مع الحاجة اللي حواليها، بتتعلم لغة الكائنات والإضاءة اللي عليها اللي تخلينا نشوف آثار عاطفة ومشاعر، ومع مستوى الصوت بتخلي المشاهد فعلا يتفاهم مع شخصيتها بشكل أعمق بكتير من أفلام الروبوتات التانية، وخصوصا فيلم والي. والفيلم هنا مش بيجبر بناء عواطف خالص أو حاجة زي emotion manipulation اللي بيكسر دايما بيستخدموها أو اللي ديزني بيعملوها بكثرة، بل بيوري المشاهد اللي بيحصل والمشاهد هو اللي يحكم. عدم ارتياح المشاهد في أول جزء من الفيلم كان مطلوب جدا عشان يفهم المشاهد البيئة اللي الفيلم بيتعامل معاها، إن كل واحد بيحارب مع نفسه عشان يعرف يعيش. بل فعليا الفيلم بياخد كونسيبت السرفايفل كمادة كوميدية خام وبيطلع منها كمية إفيهات مضحكة جدا. طبعا المشهد ده يأتي للذكر. You're lucky you just have one. As a mother of 7. 6 babies. It's a full-time thing. والمشهد ده برضو. I say, keep your trash out of my pond. That's littering. Not to mention murder. الكوميديا على طول بتاعت الفيلم على قد ما هي دارك كوميدي، ان الكوميديا نفسها تكون واصلة للجميع من غير اي نوع من انواع السنسورشيب عشان قلب الطفل الرفيف، الى انه بيورينا قد ايه الفيلم ده بيحترم المشاهدين كلهم من جميع الاعمار. مش حاجة دايما اقدر اقولها خالص على الافلام الرسومية كلها اللي عمالة تنزل بقالها اكتر من 10 سنين وبالتحديد من ديزني، لكن احنا شايفين ان الفيلم بينضم لمجموعة من الافلام النابغة في الصناعة. طب ماذا عن القصة نفسها وسرد الفيلم؟ غالبا معظمكم سمع عن ان الفيلم سير احداثه بطيء، بعض اخر بيقول انه احيانا بيبقى سريع، غيره بيقول انه متكروت، وهو في رأيي ولا حاجة من دول. سير الاحداث لفيلم زي ده مناسبة جدا للفيلم. اول جزء من القصة مطلوب يحسس المشاهد انه طويل عشان يحسسنا بعدم راحة العالم الجميل نظريا اللي احنا موجودين فيه. الجزء التاني مش بيمشي بروتين الافلام العادية، والقصة هتتلاقى انها بتقطع تروبس كتير ملهاش لازمة عشان يكمل القصة. فالفيلم بيستمر على فكرة انه لسه بيحترم المشاهدين اللي بيتفرجوا عليه، واخر فصل في القصة مع ظهور الانسان والناس اللي بتقول انه اتكروت وما خدش وقته او ما كناش محتاجين الانسان اصلا في الفيلم، احنا كنا بطريقة او باخرى محتاجين الفصل الاخير ده عشان نقفل القصة. التنفيذ ربما ممكن نختلف عليه، لكنه ما كانش سيء بأي شكل. فكرة ان حاجة زي الشخصية الرئيسية يتطلب انه عشان يتم استرجاعها يتنفذ بالشكل ده كان وبشكل كبير ضروري، لانه لو عملنا لها اوفر انالايزنج للفكرة ديت فهي اتحطت في مكان ما نعرفش هي كانت بتعمل ايه، ولا وقعت تحت ايد مين، ولا اتعدلت ازاي. الكلام ده مع كل تطورات الشخصية من البسيطة لحد الكبيرة في التعامل، زي برايت بيل بيقلد روز عشان يعرف يتواصل معاها كونه انها مامته، لمشاكل فينك الشخصية، ولكل كبيرة وصغيرة موجودة في الفيلم مع كل شخصية موجودة وبتتواصل مع عالم الفيلم والمشاعر اللي بتحركه. فبعد ما خلصت الفيلم دوت وشفته كذا مرة ابتديت أفكر، هو طبعا في مكان للمتعة السينمائية من كل الأنواع، بس حتى في فترة بيكسار الكلاسيكية من 95 لحد 2009 هل فعلا أفلامهم دي الأفلام التقليدية اللي مقفلة اللعبة؟ ولا أفلام بتعتمد على حاجات رخيصة علشان تبان إنها عظيمة؟ أنا بصيت على أفلام دريم ووركس بعدها وطلعت حبة أفلام في نفس المستوى بتاع الاستوديو، بل وتخطاها في زوايا مختلفة. طبعا أنا بتكلم هنا على بيكسر. فنفتح نقاش، لو بيكسر حاليا مش قادرين يوصلوا لنفس المستوى الكلاسيكي اللي كانوا بيعملوا أفلامهم عليه، وآخرهم حاليا بيحكوا في الحجر لحد ما يطلعوا دهب، طب هل هما كانوا كده زمان برضو؟ دي هتبقى قصة تانية مش موضوعها النهاردة. لو انت بقى من الشخصيات اللي عايزة تعرف رأي واحد على اليوتيوب هل الفيلم ده يستاهل ولا مضيعة للوقت بعد كل الكلام اللي انا قلته ده، فمحتاجين نشوف رأي الشباب على اللتر بوكس بيقول ايه. شكرا للمتابعة، واسيبكم تكملوا يومكم. بيس.
Get your butt back up in the air where it belongs!